تخيل ان انا كنت ما بشتريش كتب واقول ما انا كده ولا كده هحاول. لا، ما كانتش الانف والاذن في مخي خالص. مصري راح ايطاليا فقال له انتوا عندكم الدكتور مسعد بيعملها. لله الحمد، الوحيد في الاديتوريال بورد من المنطقه العربيه. كنت باخد في الشيفت 8 جيت اهرب منه، هو ماسك البدله، سبت له البدله وجريت اتقطعت. فده كان موقف مؤثر غير مجرى حياتي. انا عايزك تبقى في حته بتاعتك بس، هي دي اللي هجيب لك فلوس. قال لي يا اخي انت دوش دماغنا ليه؟ خد ورقه بيضه اهي واكتب المرتب اللي انت عايزه. انا حابب اعمل كده. هو ده البرسيفيرانس. كان هدف الرئيسي حط كل محاضراتي وكل علم على قناه اليوتيوب دي علشان كلمه علم ينتفع به. فده كان بالنسبه لي انثوسيازم رهيب. انا الى الان انا اللي بجيب حاجات البيت. لو انت لا قدر الله اهملت حياتك الشخصيه فانت فشلت في حياتك كلها. ازي حضرتك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا بيكم، انا سعيد جدا ان انا معاكم النهارده. مجموعه شباب صاعد واعد الحقيقه. اتمنى ان كل الناس تعمل زيكم. ربنا يكرمك، احنا اللي ربنا يبارك حقيقي فيك. سعداء. ربنا يبارك حابين فيك. في الاول نعرف دكتور مسعد، هو انت سهل تكون جدا دكتور شاطر، او سهل تكون دكتور من ناحيه الشرح بتشرح كويس، وسهل انك تعمل ريسيرش كويس، بس صعب انك تجمع الثلاث حاجات دول. كمان الناس تكون بتحبك والناس بتكون حابه ان هي تسمع اكتر. فالحلقه دي ان شاء الله تكون من الحلقات المميزه مع دكتور مسعد، واللي حقيقي حابين نستفاد جدا جدا من الخبره بتاعته. حابين يا دكتور نبدا في الاول، عشان دايما الناس بتبقى فاكره ان لما الشخص بيكون مميز بعد كده ده بيبقى باين عليه بقى من قبل ما يدخل طب، وده بيبقى عاوز طب ويبقى يعني هو شايف نفسه كده. فحابين نعرف ما قبل الكليه بالنسبه لحضرتك، هل حضرتك فعلا كنت حابب تدخل كليه طب وكانت من الحاجات اللي في الحسبان؟ بص، هو الطب ما كانش في دماغي نهائي خالص. يمكن وانا في اعدادي وثانوي ما كنتش شاطر، الا يمكن وانا في ثانوي تانية وتالتة كنت غاوي رياضه، وكان نفسي ادخل كليه هندسه. كنت اتمنى، لدرجه وانا في اعدادي كنت بصنع، مش عايز اقول كلمه، كنت بصنع صواريخ وبتطير الحقيقه يعني. وانا من منطقه ساحليه، انا من دمياط اصلا، فكان الدنيا عندنا هو بتاع، فكنت بحب الكلام ده جدا. كنت غاوي ميكانيكا. كل فلوسي كنت بصرفها على حاجه غريبه قوي. كنت بروح للراجل بتاع المواتير القديمه واشتري مواتير الصغيره دي وبطاريات، واقعد اصنع عربيات صغيره، طيارات، واطلع فوق السطوح اطيرها. كنت غاوي الكلام ده، وكان نفسي فعلا ادخل هندسه. ودخلت رياضه. اكشولي انا كنت رياضه في ثانويه عامه، طبعا ممنوع رياضه يدخل طب. فالحقيقه حصل كاتاستروف وانا في سنه ثالثه ثانوي. امي ماتت، اتشخصت بعد ما ماتت الحقيقه. فده كان موقف مؤثر في حياتي جدا جدا جدا، غير مجرى حياتي. فانقطعت عن الدراسه طبعا فتره، ما روحتش وانا رياضه. رجعت المدرسه لقيتهم حولوني علوم. عملت مشاكل والناظر وبتاع. كان ابن عمي مدرس في المدرسه، هو اللي حولني علوم. واستدعوا ولي الامر ابويا. فلا انسى كلام ابن عمي ليه مدرس في المدرسه. قال له يعني الولد شاطر، لو ربنا نفخ في صورته هيدخل طب، انت عايزه يدخل هندسه ليه؟ فالحقيقه خفت وسكت. وقال له كلمه كده، احنا عندنا سيول ومطره لان احنا منطقه ساحليه، فالمهندسين عندنا كلهم بيشتغلوا في السيول في الشتاء. فقال له انت عايزه يشتغل في المجاري؟ فرحت ساكت وخايف. وهكذا اضطريت اذاكر علوم كويس قوي علشان قصه الله يرحمها، علشان ما فيش حد يتعرض للموقف ده الحقيقه. لانها ما تشخصتش غير بعد ما ماتت. كان ممكن تتشخص، ولكن مرضها كان صعب شويه في خلال 3 ايام. يعني كان كاتاستروف بالنسبه لي، وعلشان كده غيرت مجرى حياتي ودخلت طب الحمد لله. وطلعت الاول على فكره على المدرسه في الثانويه العامه، بالرغم من اني ما كنتش غاوي طب اصلا وما كنتش غاوي علوم. بس الحمد لله ده قدر، ولكل مجتهد النصيب. الحمد لله. وده من حظنا يا دكتور. ربنا يبارك فيك. حابب يا دكتور اتطرق للنقطه دي، هل ممكن حد يتميز في حاجه هو مش حاببها؟ انا بعد ما دخلت طب حبيته، لان اكشولي انا حبيته علشان الموقف بتاع امي. يعني تخيل الطب ده حاجه زي ما الامام الشافعي قال فيما معناه: لو اعلم علم
انبل من الحلال والحرام يبقى هو الطب. فانت متخيل ان انت مش بتكسب فلوس وبس، انت بتكسب صدقات، بتكسب دعاوي. فدي في حد ذاتها اتشيفمنت، ده بيعمل لك اتشيفمنت من جواك، انثوسيازم. فعلشان كده لا اعلم، هقول زي الامام الشافعي، لا اعلم علم بعد الدين انبل من الطب. الحمد لله. حابب اعرف من حضرتك قصه حضرتك في اول ايام حضرتك في الكليه. دايما الناس فاكره ان اول يوم ده بيبقى صعب عليه هو بس، او بيبقى الدنيا بتبقى يعني الناس اللي بتبقى متميزه بعد كده الحاجات بتبقى بالنسبه لها دي سهله في الاول يعني. يعني حضرتك تتذكر كده اول ايام الكليه كانت ازاي؟ ده وحش قوي قوي، لدرجه لما دخلت اتعقدت. اولا شكل المشرحه والجثه لاول مره اشوفها، ده كان بالنسبه لي حاجه جامده جدا. الانجليش، انا من منطقه تعتبر ايامها منطقه نائيه، فما كانش بيجي لنا مدرسين انجليش كويسين، فكان والطب بالانجليش، فدي كانت مشكله بالنسبه لي. دراسه الطب في البدايه كانت صعبه عليا جدا، لدرجه حاجه غريبه قوي. تخيل ان انا كنت ما بشتريش كتب، بقول ما انا كده ولا كده هحول. للدرجه دي؟ للدرجه دي. ما انا هشتريها واصرف فلوس قد كده، وخايف اشتري مراجع. ده اول يمكن شهر من الصدمه. بعد كده قابلت انسان عزيز عليا الى الان الحقيقه، وهو في طب اسنان. قعد يشجعني، وبلاش الاسلوب ده، وكلنا في الاول كنا خايفين، وكلنا لما قعد يشجعني الحقيقه لا مشيت، والدنيا بقت كويسه والحمد لله. لكن اكشولي لا، انا كنت متخيل ان انا مش هكمل في طب، وكنت خايف اشتري كتب. فدي كانت بالنسبه لي صدمه برضو، دراسه الطب لما دخلت وشفت الصعوبه. لكن بعد كده لما ذاكرت لقيت الدنيا سهله الحمد لله. الحمد لله. حابب يا دكتور حضرتك تكلم اكتر الناس اللي هي دلوقتي في المرحله دي، اعمل ايه؟ يعني ماشي خلاص اتفقنا ان الجزء ده صعب، اعمل ايه بقى؟ المسألة بقت سهلة دلوقتي غير زمان، بقى في ميديا، بقى في فيديوز كتير، بقى في تعليم على السوشيال ميديا وعلى فبقى أسهل كتير قوي. فأنا نصيحتي لكل الناس، عافر وانت توصل. مهما تكون في صعوبة، لو عافرت هتوصل. زي ما بيقولوا كده البرسيفيرانس. كلمة برسيفيرانس دي كانت معايا من أول يوم دخلت كلية الطب، اللهم إلا أول شهر لما كنت عايز ما اشتريش كتب واحول. البرسيفيرانس دي كلمة مهمة جدا جدا جدا. ممكن حضرتك تذكر لنا يا دكتور موقف من المواقف اللي اثرت على حضرتك واللي لا تنساها لغايه دلوقتي من الايام الاولى او فتره الكليه؟ أنا أول ما جيت القاهرة، طبعا أنا ما كنتش من القاهرة وما كان ليش سكن، وكنت ساكن في المنيل، وكان الإيجار غالي الحقيقة. لا أنسى. غالي. إيه؟ ما زال غالي. لا غالي بالنسبة لنا. كان الفلوس قليلة جدا عن دلوقتي. لما جيت القاهرة وسكنت في المنيل وما كنتش قادر أفورد الإيجار والأكل والشرب والكلام ده الحقيقة، لا أنسى وما بكسفش من هذا. فلقيت الدكتور هاشم فؤاد الله يرحمه، هو كان العميد، لقيته قاعد يتشمس في القعدات اللي بين أسنان وبشري. كان في كراسي كده محطوطة خشب، وهو قاعد يتشمس ومعلى سلك بتاعه. فالحقيقة اتجرأت ورحت قلت له سيادة العميد، أنا كذا 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 وساكن في المنيل، وسبحان الله راح رافع الأنتنة بتاع اللاسلكي اللي معاه. ما كانش فيه موبايل، كان رافع اللاسلكي وراح مكلم الجامعة. كان نائب رئيس الجامعة الدكتور فتحي سرور الله يرحمه. قال له أنا دلوقتي عندي طالب هبعته لك المدينة الجامعية، كلم لي مدير المدينة الجامعية هبعته لك تحل مشكلته لو سمحت. وقد كان في نفس اليوم رحت المدينة الجامعية، لقيت مدير المدينة الجامعية بيستقبلني بنفسه. دكتور هاشم فؤاد يا جماعة كان كاريزما، كان حاجة تانية خالص. ده اتعرض عليه يبقى وزير مرضاش، اتعرض عليه يبقى رئيس جامعة مرضاش، وفضل عمادة كلية الطب القصر العيني. فمدير المدينة الجامعية قابلني والمشكلة اتحلت ودخلت المدينة الجامعية. فدي كانت موقف من المواقف التي لا أنساها. وبعد كده الحقيقة الدكتور هاشم فؤاد ده كان قدوتي، يعني اعتبرته بعد كده قدوتي من الحاجات اللي انا شفتها منه.
انا كنت حابب اسال حضرتك اكتر عن المذاكره في الكليه وتنظيم الوقت والنقطه دي. شايف حضرتك ايه الحاجات اللي محتاج الطلبه تركز عليها او مفتقداها الفتره دي يعني، ولا كانت فارقه جدا مع حضرتك زمان او بتشوفها بتفرق مع الناس يعني جدا؟ اللي كان فارق معايا لما دخلت المدينة الجامعية وأنا بذاكر علشان أثبت المعلومة، وإلى الآن زمايلي فاكرينها لي، كنت بعد ما أذاكر الموضوع أجمع زمايلي قدامي وأشرح لهم. ده كان بيفيد زمايلي، وفي نفس الوقت كان بيثبت المعلومة عندي. فلما ادخل امتحان الشفوي، كان ايامنا الشفوي عليه درجات كتيره قوي غير دلوقتي درجات الشفوي قلت. فايامها كان درجات الشفوي كبيره، فلما كنت بدخل امتحان الشفوي كان الموضوع بقى بالنسبه لي سهل، لان اوريدي ده انا قدامي حوالي 20 طالب في المدينه الجامعيه، وانا عامل فيها استاذ وانا لسه طالب، وعمال اشرح لهم، واخد بالك؟ فكل المواضيع كنت بشرحها. فتثبيت المعلومه بالتكرار، التكرار يعلم الشطار. صح. شايف حضرتك ان ممكن ايه الهوايات او كانت ايه الهوايات اللي عند حضرتك وحضرتك كنت طالب في الكليه؟ عشان دايما بيقولوا الطب ده خلاص هو عاوز انك تكون بتذاكر بس وياخد كل وقتك، ف وعشان تنجح فيه صعب انك تعمل حاجه تانية مع الكليه. فرأي حضرتك ايه في النقطه دي؟ لا، ممكن تعمل لو نظمت وقتك. الحقيقه انا كنت بحب السباحه قوي. ما افتكرش انا اتعلمت العوم امتى، لان احنا من منطقه ساحليه مولودين على البحر، فكلنا مولودين متعلمين العوم. فالحقيقه لغايه وانا في الكليه كانت السباحه هي هوايتي، وكنت بمارسها عادي كل اسبوع، بس مره في الاسبوع علشان بس ادي وقت للمذاكره، لكن كنت بخرج فيها الطاقه بتاعتي. فده سهل جدا تنظم وقتك وتعملها يعني. في ناس زمايلي كانوا غاويين كره قدم، وفي واحد دفعتي طلع الاول بطل العالم في التايكوندو، ما شاء الله. ولا انساه يعني. عمرو خيري. وكان معانا في الطب يعني وكان معانا في الطب، وكذا حد كذا مثال برضه في الرياضه، وان كان الذاكره لا تسعفني الان يعني. فاهم حضرتك. وصديقي الصدوق كان من ابطال مصر في الملاكمه، الله يرحمه الدكتور محمد زقزوق، لا انساه. كان بيذاكر و يمارس كمال الاجسام والملاكمه. لا يعني ممكن ان شاء ربنا الله. يرحمه ويحسن اليه. ماشي، كنت حابب اعرف من حضرتك بقى، هل تخصص الان تي كان من فعلا التخصصات اللي حضرتك كنت بتفكر فيها من الاوائل في الكليه، ولا جه صدفه وكان اصلا كان تفكير حضرتك في حاجه تانية خالص؟ لا، عمري ما فكرت في الانتي، عمري ما فكرت ابقى دكتور انف واذن ابدا. كلنا واحنا طلبه بتبقى عيننا على الجراحه والنساء. الجراحه، انا جراح، انا عظيم، جراحه عامه يعني اقصد. في جراحه في الان تي، لكن انا عايز ابقى بتاع جراحه عامه، افتح البطن وافتح الرجل وافتح الايد وافتح. او نساء، انا عايز اولد وبتاع واجيب فلوس وابقى مشهور. فلا، ما كانتش الانف والاذن في مخي خالص. ولو هتسالني التخصص جه ازاي، دي فيها قصص كتير قوي. واحنا طلبه، ودي ميزه ونصيحه بنصحها لكل الطلبه، لازم وانت في الكلينيكال راوندز لازم تحضر جزء الجراحه بتاع الترم ده. بمعنى انت شغال نساء لازم تحضر نساء، انت شغال اطفال روح احضر عيادات الاطفال، انت شغال رمد روح احضر الرمد، وهكذا انف واذن. فالحقيقه انا بقى عايز نساء، فرحت النساء. انا يمكن حكيت لكم القصه دي في المحاضرات، يعني حاجه مش شيمفول. رحت حضرت النساء، كانت سيزيريان سيكشن، ولاده قيصريه. فتح البطن ولا حاجه، ايه يعني دم وبتاع ولا حاجه. اول ما شفت الواد بيوقوق وشايل الدكتور شايله من رجليه كده، بدات الدنيا تصفر ورحت واقع، حصل لي كولابس. زمايلي شالوني وخرجوني بره مستشفى النساء. حسيت ان انا اقل من زمايلي الحقيقه، واتضايقت. ايه ده، امال هبقى دكتور ازاي؟ فرحت بعد ما فقت، وكنا بالليل على فكره، كنا بعد المغرب. استرجعت قوتي وقلت ادخل. فكان بيقفل بقى السيزيريان، فحطني الواد على ترابيزه تحت اللامبس اللي بيحطوها دي. فاول انا ببص للجراح وهو بيقفل البطن، فاول ما الواد وقوق تاني رحت شفته، الدنيا بدات تصفر تاني، رحت جاري وخارج قبل ما زمايلي يشيلوني الحقيقه. دي كانت قصتي في النساء، كنت بحب النساء الحقيقه. بعد كده وانا امتياز قلت لا، برضه هاخد نساء. كانت مجموعه الامتياز الاوائل يمشوا مع بعض،
فالنايب بتاعي الله يرحمه دكتور عمرو حسين كان بيولد، فقلت له انا نفسي اولد نورمال ليبر علشان انا نفسي اخد نسا وحصل كذا كذا زمان. قال لي يا سلام كده بس بشرط، بكلام ضحك طبعا، تعزمني على كنتاكي النهارده. قلت له يا سلام كده بس. فالعيانه بتولد، انا لابس وهو بيساعدني طبعا، هو غلط انك تولد لوحدك. فالعيانه نايمه لايثوتومي بوزيشن تمام، نورمال ليبر. وبعدين اول ما حصل كراوننج بدات الدنيا تصفر، واذ افاجئ حصل ديفيكيشن عليا. فطبعا الدنيا اصفرت وانا عرفت ان انا هيجي لي كولابس. فرحت جاري، والدكتور عمرو كان قاعد ورايا ماسك اكتافي ببدله العمليات. فجيت اهرب منه، هو ماسك البدله، سبت له البدله وجريت، اتقطعت، هو فضل ماسك البدله وانا جريت وخرجت. ومن يومها ما دخلتش اسم النساء، لدرجه كنت عايز واحد صاحبي في النساء وانا مدرس انف واذن يعني بعدها بسنين طويله، فعايزه، فما قدرتش ادخل مستشفى النساء اللي بتاع السلم المحاوت ده. ففضلت استناه قدامه لغايه ما جه الصبح. قلت له يا فلان انا عايز كذا 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 منك، تمام؟ كنت عايز توصيه في النساء اوصي على عيان الحقيقه. فمن كتر خوفي ادخل مستشفى النساء قال لا يغمى عليا. فخلاص بعد كده سبحان الله انا الايام دي شغال في مستشفى النساء بالمناسبه، بس انا اللي شغال انف واذن بس معظمها نساء يعني. فاتعودت، لكن اكشوالي ما كنتش بفكر في الانف والاذن. دي قصتي مع النساء. جينا لقعده النيابات بعد الامتياز ما خلص. كنت انا 43 على الدفعه، فكان في 5 نيابات انف واذن ونيابه واحده اندرولوجي، واحده بس ذكوره. وكانت نيابه الذكوره دي حاجه جديده، وانا نفسي في الجديد. يعني انا طول عمري بفكر في السب سبيشاليتي الصغير الجديد. ودي نصيحه ليكم، لازم تفكر في حته صغيره قوي تتميز فيها. فاللي حصل اللي هياخد نيابه اندرولوجي ما كانش موجود، كان بيصلي الظهر. وبعدين جه على نمره 41 42 انا بعديه تمام. والدكتور حسام موافي الله يديله الصحه كان هو مدير عام المستشفيات اللي قاعد في قعده النيابات يقول لنا رقم كذا رقم كذا، واحنا كل واحد يقول عايز نيابه كذا وهو يكتب او اللي جنبيه يكتب. فاللي حصل انا لسه هقول اندرولوجي، واذ افاجئ بزميلي العزيز، يعني هو صديقي جدا لغايه دلوقتي، يعني راح داخل من الباب انا دوري عدى انا عايز اندرولوجي. فطبعا كان السكند بلان ليا انف واذن تمام، وكنت واخد شهر الامتياز انف واذن، فرحت مختار انف واذن اللي هو السكند تشويس. دي قصتي مع الانف والاذن الحقيقه. وحضرتك وقتها لما اخترته ما كنتش حابب ده او ما كنتش كان السكند بالنسبه لي، وان كان في قصه ليا ان انا وانا امتياز بتوع الجراحه حبوني قوي، لان انا كنت شاطر في الجراحه جدا. عملت ابندسكتومي وانا امتياز اندر سوبرفيجن طبعا، ما شاء الله. عملت كوليسيستكتومي وانا امتياز، شاركت في عمليات كبيره وانا امتياز. انا شفت الدكتور احمد شفيق بجلاله قدره وهو بيعمل ماكسيلكتومي، ويمكن ده اللي حببني في الان تي. ما شاء الله. الحقيقه بتوع الجراحه تمسكوا بيا، وكنت في وحده جي اي تي. وخلاص انت النايب اللي هتيجي وانا امتياز، وكانوا متفقين معايا. انا هربت منه واخترت الان تي سكند للاندرولوجي. بعد ما دخلت الان تي لا انا حبيته طبعا، يعني الان تي ده اعلى برانش في الطب الحقيقه يعني. ودي الحاجه اللي حابب نوصلها يا دكتور، ان مش لازم تحب الحاجه قبل ما تتعرض ليها. يعني انت ممكن الحب او الحاجه دي ممكن تعرف بعد كده نفسك فيها بعد ما تدخلها او بعد ما تجربها او بعد ما تدخلها. انت لو ما حبيتش شغلك عمرك ما هتبدع، عمرك ما هتتشهر، عمرك ما هتبقى مميز. انت لازم تحب شغلك، حب شغلك علشان تبقى كرييتيف فيه. صح يا دكتور صح. حابب معلش اتكلم، انا سمعت ان حضرتك كنت بتسمع دكتور وهدان وحضرتك طالب. الدكتور وهدان انا كنت بذاكر من المذكرات بتاعته وانا في سنه 6 الحقيقه، يعني ده استاذي ما شاء الله، وبلدياتي كمان الدكتور وهدان. كنت حابب اتكلم حضرتك مع جزء الامتياز اكتر. يعني لما حضرتك قلت دلوقتي انا دخلت عمليات ميجر وساهمت فيها،
ممكن اي طالب امتياز يسمع ده ايه ده؟ انا ممكن دلوقتي اقصى طموح طالب الامتياز ان هو يحضر مرور او يحضر حاجه، لدرجه ان في ناس لما تحب تتعلم تقول له تعالى في وقت غير الدوتيز بتاعتك او الوقت اللي انت مسؤول فيه يعني. فشايف حضرتك الفروقات ما بين الامتياز دلوقتي والامتياز زمان، وازاي الطلبه ممكن تتغلب على النقطه دي يعني؟ مفيش فروقات، بس هي النقطة أولا الزمن بقى سريع قوي، الجيل الجديد مستعجل قوي، الموتيف قل عندكم. بأمانة الناس هتزعل، لا الموتيف قل. يعني أنا لو شايفك انترستد جدا مش هجيبك معايا في العملية، هجيبك معايا في العملية بس تبقى انترستد. أنا مش شايف الناس انترستد، واخد بالك؟ لكن اكشوالي لو انت انترستد هتلاقي الكبير غصب عنه هيجيبك، ما هو كونتينيويشن للاجيال. بس هي النقطه معظم الجيل الجديد مش انترستد، او انترستد يبص ويجري. انا مش عايز كده، واخد بالك؟ لا، الزق في الجراح وهو يعلمك. فعلا. وده فعلا انا حاليا دلوقتي بلاقي ناس امتياز جايه ونفسها تتعلم، انا بعلمها طبعا. جميل. ولكن الامتياز الطياري ده اللي عايز يبص من بعيد لا، ما ينفعش، لازم تلزق. تخصص ال ENT من التخصصات المشهوره في مصر ان هي تخصص مربح وتخصص اوريدي تخصص كويس. ليه حضرتك بقى حبيت التدريس، او امتى حبيت التدريس وهو اوريدي تخصص كويس جدا من الناحيه الكلينيكال يعني؟ انا معترض على كلمه مربح جدا دي. انا والله بقول لا لا، هو مش مربح جدا ولا حاجه الحقيقه. الطب بيجيب فلوس، ولكن مش في الاول. اي تخصص في الطب بيجيب فلوس. اللي بيجيب فلوس اكتر السب سبيشاليتي. يا فرحه قلبي انك بتاع جراحه عامه، بتعمل لي زوايد وتعمل لي كوليسيستيكتومي وتعمل لي كولوستومي وهكذا. في منك كتير. لا، في منك كتير بالظبط. لا، انت تبقى سب سبيشالايزد. يا فرحه قلبي انك بتاع انفوز، بتعمل لوز، بتعمل لحميه، بتعمل سبتم، بتعمل لا، انا عايزك تبقى في حته بتاعتك بس، هي دي اللي هتجيب لك فلوس. تلاقي كل مصر وبره مصر بتبعت لك. وده اللي انا عملته في الانتي. يعني لما دخلت الانف والاذن، الله يمسيه بالخير الدكتور زهير الحوشي، يعني ده برضو من قدوتي في الانف والاذن حاليا. بعتني مستشفى الاطفال ابو الريش. وعندنا في ابو الريش ككونسبت، بس هو فهمني ان الكونسبت ده غلط، ان ابو الريش دي منفى. يعني انت هتروح ابو الريش هتبعد عن القصر العيني، لا ده بالعكس، ابو الريش دي كنز تعليم. فهو وداني ابو الريش، وفي نفس الوقت كنت بروح القصر العيني، يعني دبل. يعني ما كنتش شايفه شغل زياده عليا، بالعكس رحت ابو الريش اتعلمت يعني ايه بيدياتريك ENT. ما كانش في حد بيدياتريك ENT كتير. ما اكتفيتش بهذا، ده بعد ما رحت وبقيت بيدياتريك ENT واتشهرت ان انا بتاع الاطفال، لا ده انا دورت على تخصص تحت التخصص تحت التخصص، وهو الVBI. يعني ولله الحمد والمنه ان انا دلوقتي اديتور في اكتر من 20 مجله انترناشونال، انا بتاع الVBI فيها وورلد وايد. لما بتيجي حاله في الخليج VBI بيكلموني، لما بتيجي حاله مش عارف فين، واجانب من بره في اوروبا بيجوا لي. فالسب سبيشاليتي هي اللي بتجيب فلوس، هي اللي بتشهرك، هي كل حاجه. بالنسبه للتدريس، التدريس مهنه صعبه جدا جدا، اصعب من ممارسه الطب. لان الحقيقه ستريسفول علشان توصل المعلومه وتقنع طالب بهذه المعلومه وتدخلها في مخه ما ينساهاش، ده موضوع صعب جدا. العمليه انت بتعملها وبتمشي، وانت اللي مالك الامر فروم A to Z، بتكشف على العيان وانت اللي بتشخصه. اما كونك تتعامل مع العقل ده صعبه جدا. فدي كانت مهمه جدا، صعبه بالنسبه لي. بس للحق انا حبيت التدريس من وانا طالب زي ما قلت لكم، لان كنت بجمع زمايلي في المدينه الجامعيه واقعد اشرح لهم. فدي كانت مهمه بالنسبه لي، تشالنجينج، ان انا ابقى متميز في التدريس. لدرجه وانا مدرس مساعد كانوا بيجيبوني ادرس 5 ايام في الاسبوع. 5 ايام وانا مدرس وانا استاذ مساعد. احد رؤساء الاقسام اللي انا بعزه جدا كان مسميني ابو تريكه، ابو تريكه التدريس. فكان لما استاذي يعتذر عن المحاضره الكبيره في المدرج، على طول يروح مكلمني في التليفون اسد الخانه. فحبيت التدريس جدا. فلا يعني التيتشنج
بالذات تيتشنج الطب مهمه جدا، وعلشان كده عملت ويب سايت للتيتشنج للبوست جراديويت كمان. ما شاء الله. ماشي، حابب يا دكتور اتكلم شويه عن الكتاب بتاع حضرتك الان دي. هو فعلا الكتاب من كتر ما هو مميز الحمد لله مش في مصر بس، لا كمان احنا بنتكلم على ما شاء الله بره مصر، وما شاء الله كمان دلوقتي وصل دول كمان نون ارابيك سبيكر واتشهر يعني الحمد لله. فحابب اوصل بس مع حضرتك ازاي ده حصل، او ايه ريحه حضرتك في جزء الكتاب بتاع الان تي يعني. بدايه الكتاب كانت سنه 2000 الحقيقه، يعني هو بقاله النهارده 26 سنه. البدايه كانت مذكرات تحت بند تيومرز اوف اي ان تي اند هيد اند نيك، انفلاميشن اوف اي ان تي اند هيد اند نيك، مش عارف كونجينيتال انوماليز، كانت مذكرات كده. لان انا لقيت الكتب الموجوده بتاع الاي ان تي معقده قوي، كانت صعبه طبعا باستثناء كتب معينه كانت سهله الحقيقه في دماغي بدون ذكر اسماء، لكن الكتب التدريس لطلبه الاندر جرادويت كانت حاجه صعبه. ولهذا السبب انا سهلت الموضوع باني اقسمه. بعد كده باي تايم بعد سنتين ثلاثه رحت مجمعه ككتاب، وكان لازم اخد رقم ايداع وهكذا. ده عمل شويه مشاكل ومش في جامعه القاهره بس، في كذا جامعه الحقيقه. لكن سنه ورا سنه كنت بعمله ابديتس لغايه دلوقتي. جاب فيدباك كويس قوي. ما كنتش متخيل هذا النجاح الحقيقه. الكتاب وصل من روسيا شمالا ولله الحمد اللي بيدرسوا الطب بالانجلش الى اثيوبيا جنوبا، وبيبعتوا لي الحقيقه ما شاء الله. بيتصلوا بيا من الدول العربيه كتير قوي. طبعا ما تقوليش بتكسب منه، لا ما بكسبش منه الحقيقه، ما بكسبش منه يعني علشان بس الناس ما تقولش لا، ولكن انا يعني يمكن جزء صغير اللي انا بكسب منه، اللي هو الجزء اللي بتباع. الباقي طبعا بيطبع بي دي اف، وان كنت انا معترض على هذا وحاجات من دي، لكن لم اتخيل ان انا فرقع الفرقعه دي. الحمد لله، ده فضل من عند ربنا. الحمد لله. حابب يا دكتور اعرف من حضرتك قصه بس خلي بالك برضو، علشان تعمل كتاب انت لازم تقرا كل الكتب اللي في الدنيا، فالموضوع صعب. يعني انا ما وصلتش لهذا الكتاب الا لما قريت كل الكتب بتاع الاي ان تي بما فيها كتب الدكتوراه، كتب الاندر جراد. وعلشان كده انا عملته سنه 2000 مجرد ما خلصت الدكتوراه، فكنت عصاره مخي في الدكتوراه كنت بقى انا كنت حافظ الكتب لدرجه في احد الاساتذه كان بيقول لي سمع سكوت براون. سكوت براون ده كان اشهر كتاب ايامنا وما زال انجليزي. طب سمع لي كامينج، ده كان اشهر كتاب امريكان اي ان تي لغايه دلوقتي. ما شاء الله. وسبحان الله، تخيل ان الكتب دي دلوقتي بعد ما انا كنت باكلها وذاكرها، سبحان الله وده فضل من عند ربنا، كاتبين ريفرنس من الليتريتشر اللي انا عملتها، ما شاء الله. يعني من الريسيرش اللي انا عملته. فالحمد لله ده فضل من عند ربنا. بيرسيفيرانس يا جماعه، الكلمه اللي بدات بيها بيرسيفيرانس. فعلا يا دكتور عند حضرتك حق. دكتور، لا اي حد يفكر تاني انا خلاص نجحت من ناحيه التدريس وعرفت ان انا متميز في النقطه دي والحمد لله الكتاب قدر ان هو يتميز، خلاص بقى اتميز في حته الكورسات دي وان انا ادي كورسات اشرح بقى الان تي واكمل المسيره دي. ليه حضرتك بدات قناه اليوتيوب واخترت الاختيار اللي ممكن يكون لكل الناس يعني؟ بص، قناة اليوتيوب يمكن أنا عملت القناة 2016 وما حطيتش عليها المحاضرات غير بداية من 2019. من نهاية 2019 بداية 2020 حصلت البانديميك بتاع الكوفيد 19 الكورونا. كلنا كدكاترة تخيلنا ان احنا هنموت، وكان تقريبا يوميا اسمع عن ناس زمايلي ماتوا. فكان لازم نحط العلم ده في حاجة محفوظة للناس بحيث نعمله ديستريبيوشن. انت عارف حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عندما فيما معناه عندما يموت الإنسان ينقطع عمله إلا من ثلاث، منهم علم ينتفع به. فكان هدفي كده، هدفي الرئيسي، وأنا مش بقولها كده يا جماعة بروباجندا، بالعكس كان هدفي الرئيسي إن أنا أحط كل محاضراتي وكل علمي على قناة اليوتيوب دي علشان كلمة علم ينتفع به. لأن احنا تخيلنا إن احنا هنموت بأمانة، كلنا كنا متخيلين إن احنا هنموت. وأنا ما قطعتش حياتي أيام الكوفيد بالمناسبة، انا اشتغلت وكنا لابسين لبس غريب جدا فور بروتكشن، بيرسونال بروتكشن. فالهدف ان انا حطيتها على اليوتيوب ان احنا تخيلنا ان احنا هنموت ايام الكورونا، في بدايه الكورونا. ليه حضرتك يا دكتور ما فكرتش في السفر وحبيت اكتر انك تكمل في مصر واتجه الاتجاه ده يعني؟
لو حكيت لك اتعرض عليا سفر قد ايه، كتير جدا. حصل لي موقف يمكن وانا مدرس، كانت الحياه ضيقه معايا شويه ماديا، فقلت اسافر. فقالوا لي في انترفيو اعتقد كان في الفور سيزون في الجيزه. فلما رحت قابل الدكتور انا لقيت لا انا انفيريور وهو سبيريور، المعامله كانت كده. ما حبيتش، ما كملتش. اتعرض عليا عروض بعدها كتير قوي 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 قوي، لدرجه من ضمن العروض ناس كانوا كل سنه يتصلوا بيا، وبعدين قال لي يا اخي انت داوش دماغنا ليه؟ خد ورقه بيضه اهي واكتب السعر المرتب اللي انت عايزه وانا موافق. انا قلت له لا، مش عايز اسافر، مش هقول لكم المرتب اللي اتعرض عليا كام. والحقيقه اتصلت بواحد صاحبي سالته سؤال برضه قاعد في مصر، قلت له يا فلان انا دلوقتي الحياه مش حلوه قوي معايا وبتعرض عليا كل شويه سفريات. قال لي لو بتجيب ربع الفلوس في مصر بلاش تسافر، ربع اللي اتعرض عليك، لان انت هتصرف هناك كتير. دي حاجه. الحاجه التانيه، مش كلام انشا، انا بحب مصر، بحب البلد جدا جدا، عافر علشان توصل. تمام. انا ضد فكره السفر. السفر للعلم للشغل لا، مصر احسن مليون الف مره. دكتور مصطفى انا عامل الصيف ده تقريبا 4 عمليات، انا مش فاكر الجنسيات، واحد كندي ما شاء الله. تمام بيقول لي من كندا، لان هنا الطب احسن بالمناسبه يعني. واحد انجليزي، طفل هولندي، وان كان فلسطيني هولندي مصري هولندي انا مش فاكر، ولا 2 امريكا، واحد امريكاني. تمام. فاحنا عندنا الطب حلو جدا، عافر علشان توصل. وبعدين الكلمه اللي بقولها تملي، انت عايز تسافر هتعمل فلوس كويس، انت بتبيع جزء من عمرك من اجل حفنه من المال. هل دي تساوي دي بذمتك؟ لا، استحاله. هو العمر بفلوس؟ العمر عمره ما يبقى بفلوس. انت بتروح خلاص علمك انقطع، لان انت وقفت المسيره التعليميه بتاعتك، بتشتغل علشان تجيب فلوس. هم جايبين لك فيلا، جايبين لك عربيه، جايبين لك بتاع، لكن انت بتمارس مهنه الطب ككلينيكال من اجل مرتب كبير. وبعد كده لما تيجي هنا علمك وقف للمرحله اللي انت سافرت فيها. دي حاجه. علاقاتك اتقطعت، هتيجي تفتح عياده مش هتعرف، وهتبقى علاقاتك متقطعه. طب ليه ما تعافر واوصل هنا في بلدك؟ فانا ضد فكره السفر، وضد فكره ان ابيع جزء من عمري من اجل المال. خليهم هم اللي يجوا لك يا ريس. هم بيجوا لي فعلا دلوقتي. صحيح. هم بيجوا لي من الخليج اعمل لهم عمليات. لدرجه واحد قال لي، كان من منطقه كده جنب الرياض، بعمل عمليه VBI لبنته، قال لي دكتور انا قريت اسم عيلتك من بره، اسم عيلتك ده سعودي، احنا هنطالب بيك في السعوديه علشان تجي لنا بدل ما انا اللي اسافر لك. خليهم هم اللي يجوا لك يا ريس بس. صح يا دكتور. معلش يا دكتور، حابب اخد بقى من النقطه دي. دلوقتي خلاص انا عايز اقعد في مصر، اعمل ايه عشان انجح في مصر، وخصوصا وسط الريزيستنس الكبيره والحاجات اللي ممكن نقول بتعوق بعض الدكاتره يعني. فاعمل ايه يعني؟ قول لي دلوقتي انا لو هقعد في مصر ايه الحاجات اللي حضرتك تنصحني بيها؟ عافر، عافر، اتعلم، واخد بالك. انا زي ما قلت لك بحب مصر قوي. حط العلم في دماغك، يعني مشي موضوع الكلينيكال الشغل مع العلم. لو عايز تسألني اعمل ايه وانا امتياز، اشتغل في المستوصفات حتى لو ببلاش، دي بتعلمك. شغل المستوصفات ده بيتعلمك البيشنت دكتور ريليشن شيب على الاقل. جالك عمليه، هات حد كبير يعملها قدامك، مش لازم تاخد فلوس، وان كان هتاخد فلوس بس هات حد كبير يعملها. روح المستوصف ده والمستوصف ده والمستوصف ده. انا ما كانش عندي عربيه وانا امتياز، كنت بشتغل في اكتر من 4-5 مستوصفات في اليوم، والجو حر واجري من هنا لهنا والميعاد. ولما يجي لي عمليه بجيب حد كبير واشوفه وهو بيعملها. عافر، ما تبيعش جزء من عمرك بالفلوس. صح يا دكتور. دلوقتي لو هتكلم ان انا دلوقتي بفكر في تخصص انتي، اعرف منين ده مناسب ليا ولا لا؟ وشايف حضرتك يعني امتى اقدر اقول ان ده تخصص؟ ما انا مش عايز اتكلم علشان كل مصر هيتخصص انف واذن كده. هيبقى العدد زياده. كل ما اروح مؤتمر
الدكاتره يقابلوني يقولوا لي احنا تخصصنا انف واذن علشانك سهلت لنا الدنيا. فانا مش عايز برضه مش عايزين نزود العدد اكتر. تخصص الاي ان تي ده هو الطب في الطب. يعني اصل ما بقاش اسمه اي ان تي من زمان، بقى اسمه اي ان تي هيد اند نيك سيرجري. علشان تاخد نيابه اي ان تي في امريكا ده من الاحلام، لان من اعلى المرتبات في امريكا، يعني حاجه مارفلس جدا. ف اسالني السؤال بطريقه اشيك من كده، انا عايز اعرف اتخصص ايه. تمام. تتخصص ايه دي وانت طالب؟ احضر زي ما بتحضر الكلينيكال راوندز، تحضر عمليات البرانش ده، تحضر عياده البرانش ده، تشوف انت حبيت الحته دي ولا لا. زي ما انا عملت، رحت النسا خبت خلاص، انا مش بتاع تخصص نسا، انت فاهم، وهكذا. رحت الجراحه العامه، لا انا مش بتاع جراحه عامه، كانسر اسوفجاس وبتاع وما اعرفش ايه والمورتاليتي ريت عاليه، لا كنت جي اي تي، انا مش بتاع الحاجات دي. فان انا نصيحتي للامتياز وللطالب، طول ما هو في الكلينيكال راوندز يحضر كويس قوي، يشوف نفسه هو التخصص ده يناسبه ولا لا. بصراحة يا دكتور، الريسيرش من الحاجات اللي بتبقى مملة لينا شوية احنا كطلبة، ودايما بيبقى بهدف. يعني انا بعمل ريسيرش عشان اسافر، بعمل ريسيرش عشان اترقى، بعمل ريسيرش عشان هدف، والريسيرش هو طريق ليه. بس لما دورت على حضرتك اكتر، لقيت ان حضرتك واخد الريسيرش كهواية وكتطور، مش كفكرة ان انا بعمله لهدف معين او حاجة معينة يعني. فقصة حضرتك بدأت ازاي في الريسيرش، وحضرتك وصلت لايه دلوقتي في جزء الريسيرش ده؟ اولا دكتور الجامعه مختلف عن دكتور الكلينيكال العادي. احنا الكونسبت عندنا في مصر خطا. دكتور الجامعه لازم من الريكويرمنت بتاعه يعمل ريسيرش. ده وجهه نظر، يعني وجهه نظري بالنسبه لدكتور الجامعه. الريسيرش بدا معايا ازاي؟ انا كنت تراديشنال جدا وانا مدرس، واحد يحطني على بيبرز انا احطه على بيبر وهكذا علشان نترقى. وبعدين لقيت الدكتور زهير الحوشي الله يمسيه بالخير بعتني لابو الريش، وبعدين في قعده من القعدات قال لي في جورنال اسمه كذا كذا كذا، انترناشونال جورنال اوف بيدياتريك اوتوراينولارينجولوجي، ده الجورنال الوحيد على مستوى العالم وورلد وايد اللي متخصص في البيدياتريك ان تي، فحاول تنشر فيه. وكان الحقيقه هو معلمني الكونجينيتال اورال اتريزيا، نيتال اتريزيا. فعملت، ما كنتش بعرف اعمل ريسيرش، عملت كونتاكت معاهم، بعت لهم ريسيرش، جالي فيدباك وحش جدا، ما بعرفش اكتب ومحدش علمني. دلوقتي احنا بنعمل لكم كورسات ومحدش بيجي للاسف. فالريسيرش ده موضوع هو بالرغم من انه صعب لكن صخره ممكن تعديها. فجالي فيدباك وحش جدا لدرجه احد الريفيورز وده اجينست الايثكس شتمني، ايه الانجليش بتاعك ده، ايه مش عارف ايه ده، ايه الطريقه بتاعتك دي، لانه مكتوب وحش، انا ما كنتش لسه اعرف. قعدت بعته تاني، صلحته زي ما هو قال وبعته، اتشتمت تاني وبعته سنتين، ففقدت الامل. وبعدين ببص على احد الاساتذه لقيته بيشتغل حاله في بي اي، وكان بيعمل لها حاجه اسمها فارنجيال فلاب. عجبتني العمليه لان محدش بيعملها، هو كان بيعملها مره كل سنه مره كل سنتين. طب ما انا شغال في ابو الريش، بدات ادور على الحالات دي، لقيت حالات كتير جدا ومحدش بيعملها، لا جراحه الاطفال بيعملها، ولا الانف والاذن بيعملها، ولا جراحه التجميل، يعني حته مسد. وانا طول عمري احب حته صغيره اتخصص فيها. فبدات اجمع حالات الصاب ميوكاس كليفت بالات، بدات اعمل لهم عمليات، لقيت النتائج حلوه. اول حاله صاب ميوكاس كليفت بالات ما شفتهاش في حياتي قبل كده كعمليه، عملتها من غير ما اشوفها، قريتها في الكتاب كويس قوي. ما كانش عندنا فيديوز ايامها ويوتيوب وحاجات من دي، رحت عملتها. لدرجه كل شويه وانا في العمليه اسال النايب افتح لي الكتاب من بعيد، وريني الصور. الحقيقه كانت النتيجه مارفلس، حلوه جدا. فده شجعني، رجعت تاني للانترناشونال جورنال في بيدياتريك اوتوراينولارينجولوجي، جمعت حالاتي وبعتها لهم. الحقيقه الشيف اديتور هو شخصيا بقى اللي ساعدني، تعاطف معايا، اعجب جدا بالحالات وبعتها له فيديوز، وكنت عامل نقط جديده فيها فساعدني.
قال لي صلح كذا وصلح كذا وصلح كذا، قبل ما نبعتها للريفيور صلحت الكلام اللي قال عليه، اتقبلت، اتشجعت قوي. فكرته ده انتوا شتمتوني من سنتين ورفضتوا وبتاع وما اعرفش ايه. قال لي صلحها وابعتها. صلحتها وبعتها، اتقبلت. واخد بالك؟ اداني موتيف كبير جدا للريسيرش. الريسيرش ده يشهرك، يخليك فيمس انترناشونال. يعني ولله الحمد في حاله مصري راح ايطاليا فقال له انتوا عندكم الدكتور مسعد بيعملها. حاله تانية راح انجلترا قال له انتوا عندكم الدكتور مسعد بيعملها. فدي الريسيرش ده اللي بيشيرك انترناشونال. واخد بالك؟ فده كان بالنسبه لي انثوسيازم رهيب، اداني موتيف ان انا اعمل تاني وتالت ورابع، وبدات اكون تيم ورك من الريسيرش. انا عندي تيم ورك دلوقتي مش طلبه، كلهم دكاتره انف واذن الحقيقه. فانا عامل تيم ورك كويس قوي، والحقيقه ماشيين كويس جدا. تخيل يا مصطفى، الجورنال اللي شتمني الريفيورز، انا دلوقتي ولله الحمد الوحيد في الاديتوريال بورد من المنطقه العربيه، الوحيد من الميدل ايست باستثناء واحد من كيان ما بنذكروش، الوحيد او تاني واحد في افريقيا. ما شاء الله. يعني هم شتموني من 17 18 سنه، الحقيقه بقيت في الاديتوريال بورد بتاعهم وبنعمل اجتماعات سنويه لا الدنيا بقت كويسه. البرسيفيرنس يا جماعه اللي بدات بيها وهفضل اقولها على طول، البرسيفيرنس هو اللي بينك. يعني ما تلاقي الاهلي بيلعب فريق وتلاقي الفريق التاني هزمه، الاهلي ما بيستسلمش، بتلاقي عمال يحاول ويحاول ويحاول، والاخر دقيقه تلاقيه جاب جون. هو ده البرسيفيرنس. حاول مره واثنين وثلاثه واربعه، ما يجيلكش احباط. وده يا دكتور الصراحه يعني خلينا افتكر حاجه دلوقتي. انا في سنه اولى بدات موضوع الريسيرش ده وكده، ونشرت حاجه اوريدي، فحسيت ان انا ان انا لا مش ده طريق، او الصراحه فاكر ان انا تعرضت لحاجات زي اللي حضرتك قلتها دي، فوقتها قلت دي علامه بقى من ربنا، وانا وقتها وقفت يعني. فده يعني مش عارف دايما ازاي افرق ما بين الحاجتين، يعني اقول ان لا دي مش النقطه بتاعتي، او دي مش الحاجه اللي اقدر اتميز فيها، وان انا اقدر اكمل لغايه ان ممكن الحاجه اللي اترفض فيها ابقى جزء منها. ده اللي حصل لي. ليه؟ علشان البرسيفيرنس. يعني انت مصر انك تنجح. الفشل بداية النجاح. يعني مش تفشل وترجع لورا، لا، حاول مرة واثنين وثلاثة. واخد بالك؟ فده مهم. انا حابب يا دكتور يعني جد حاجه دلوقتي في دماغي، يعني ما شاء الله حضرتك قادر تبالانس ما بين شغل الكلينيكال وتتميز فيه، ما بين شرح وان في حاجه اوريدي فاليو بتتقدم كحاجه طوعيه، وما بين الريسيرش، وما بين الحمد لله التميز من الناحيه الجماعيه. الف مبروك لحضرتك يعني على ربنا يبارك فيك. ففي ناس كتير قوي بتقول هو الوقت، يعني لما بنيجي نذكر اي حاجه مع اي حاجه تانية يقول هو الوقت مقضي، عشان انجح في حاجه واحده لازم اركز على حاجه واحده، مش هقدر اعمل اكتر من حاجه في نفس الوقت. شايف ان حضرتك تخطيت النقطه دي شويه او تعديتها، ممكن تنصحني لو انا عاوز فعلا اعمل حاجه زي كده؟ هو كلهم انترلينكد مع بعض. بمعنى دلوقتي انا جراح بعمل حالات، الحالات دي different varieties. يعني مثلا حالات في دي اي، حالات سنورنج، حالات اير سيرجري، حالات نوز سيبتم تربنت، حالات اندوسكوبيك ساينس سيرجري. فانت دلوقتي عملت الحالات دي، جمعها في فيديوز وفي دوكيومنت، كل مجموعه من العمليات جمعها، كل عمليه معينه في فولدر لوحديه. بتيجي بعد سنه بعد اتنين انت عملت كام عمليه اندوسكوبيك ساينس سيرجري للموضوع الفلاني. انا ما تعبتش في حاجه، ده انا عملت عمليات وممكن اكون عملتها برايفت وخدت فلوس. فلما جمعتها ببتدي اقرا الليتريتشر واعملها بحث، فالاتنين انترلينكد. الحاجه الثانيه هو الشرح للطلبه ده مش لازم تقول لهم الجديد. طب ما هو الريسيرش ده الجديد، يبقى لازم تقرا الليتريتشر، وبالتالي هو كله انترلينكد بعضه. مفيش طب من غير ريسيرش. without research the idea will die. انا مش فاكر الاسم كويس، لكن احد الناس يمكن من 200 سنه قال publish or perish. هو كده. فالريسيرش ده جزء من الطب. وبالمناسبه يعني مش لازم استاذ الجامعه هو اللي يعمل ريسيرش.
اي حد في مستشفى وزاره صحه، تعليم، طب، جيش، شرطه، اي مكان المفروض يعمل ريسيرش. يعني بره كده، لان انت اكشوالي بتعمل عمليات، اكشوالي بتشوف عيانين، جمع الحالات، اعمل لها فولدر، شوفها بعد كده بعد ما تجمع كذا حاله، شوف انت عملت ايه. الدنيا سهله قوي، يعني كله انترلينكد ببعضيه. اضف الى هذا لما انا الحمد لله ما عدتش يعني بجري ورا الريسيرش، بيتعمل دلوقتي اوتوماتيك. بدات اكون مجموعه من الصغيرين، من دكاتره الانف والاذن الصغيرين عندنا في القسم، ريسيرش تيم ورك. ادي لكل واحد موضوع واسيبه سنه سنتين، تمام، بياخد رقم في الايثيكال كوميتي بتاع الكليه عن الموضوع ده، وبيجمع الحالات وبنعملها. الكونتينيويشن مهم جدا، والا ذا ايديا ويل داي. فلازم تعلم اللي اصغر منك، وان كان ما حدش علمني ريسيرش. يعني انا تعبت جدا عما اتعلمت، زي ما قلت لك اتشتمت في الاول وبتاع. فاحنا بنحاول نعمل كونتينيويشن للنيو جنريشن ان شاء الله. شايف يا دكتور مع تعامل حضرتك مع الطلبه، شايف ايه الفروقات ما بين الطالب طب دلوقتي او الطلاب دلوقتي وما بين الطلاب زمان؟ هتزعل يا مصطفى، هتزعل قوي. الفرق ان احنا ما كناش كيرلس، كنا داخلين الطب ده على انه حاجه عظيمه جدا. الطالب دلوقتي داخل الطب على انه حاجه عاديه جدا. لا، خد الموضوع سيريس، تمام، لازم تاخد الموضوع بجديه. الحقيقه اللينك ما بين استاذ الجامعه والطالب يمكن زمان كانت لينكد اكتر، دلوقتي لا. فانا رايي نرجع الحته دي تاني، يعني نعمل تيم ووركس، يكون مدرس او مدرس مساعد ماسك مجموعه من الطلبه، وان كان القانون ده موجود في الكليه بس يمكن مش مفعل في كل الاقسام. اللينك يبقى اكتر من كده شويه. احنا كنا زمان لما بيكون عند طالب مشكله كان بيروح للاستاذ ياخد رايه فيها، او للمدرس اللي معاه او whatever. عايزين اللينك يبقى احسن من كده شويه ان شاء الله. فاهم حضرتك. حابب لو حضرتك مسؤول عن جزء تطوير التعليم من ناحيه التعليم الطبي طبعا في مصر، شايف ايه الحاجات اللي احنا ممكن نكون محتاجين ان احنا ناخد فيها خطوات، يعني من ان حضرتك ذكرت النقطه دي؟ الحقيقه اتعمل شغل حلو قوي في الكليه في الفتره اللي فاتت. انا لو مسؤول عن التعليم، الدكتور هاشم فؤاد الله يرحمه كان بيمر على المدرجات يشوف تواجد الاستاذ وتواجد الطلبه. طبعا الاستاذ صعب جدا ما يبقاش متواجد، بس الاستاذ بيفقد الشغف لما يحضر محاضره وبعدين يروح ويلاقي عدد الطلبه صغيرين قليل يعني. فدي مشكله كبيره جدا لنفسيه الاستاذ. الحقيقه انا راجل استاذ ومحضر المحاضره ورايح المدرج، الاقي قدامي طالب او 2 أو 3 بدل من 300 400 طالب، فده بيجيب احباط للاستاذ. وده اللي بيحصل دلوقتي علشان السوشيال ميديا الطب ما ينفعش يتاخد من منازله. الكلينيكال سيناريو، لو انا مسؤول عن التعليم الطبي اكستنسيف ليكتشرز، والامتحان يبقى كله كلينيكال سيناريو، كله كلينيكال سيناريو، ويطبق كما هو. اللي يسقط يسقط، اللي ينجح ينجح، الميد واي ميد واي، كلينيكال سيناريوز. لان انا هخرجك للسوق كلينيكال سيناريوز، كل الامتحانات تبقى كده. كانوا بيقولوا لنا، او لما اتكلمت مع بعض الدكاتره كانوا دايما بيبقوا شايفين يا دكتور ان انا افنيت عمري او افنيت جزء كبير قوي قوي من عمري في الشغل والتدريس، ونسيت حياتي الشخصيه شويه، او نسيت باقي الجوانب بتاع حياتي. في ناس تانية بتقول والله لا، انا ممكن اهتمامي ببعض التفاصيل الصغيره خلتني ما اقدرش اركز اكتر في الجزء الاساسي. فلو حضرتك تنصح حضرتك زمان وانت طالب، كنت شايف ان ممكن كنت تهتم بجوانب اكتر، ولا كنت ممكن كنت محتاج تعمل مجهود اكتر، ولا حضرتك شايف ايه؟ الحقيقة لو انت لا قدر الله اهملت حياتك الشخصية فانت فشلت في حياتك كلها. حياتك الشخصية وحياتك في البيت دي مهمة جدا جدا. يعني ولادك اهم حاجة في حياتك، زوجتك ما تهملهاش، بيتك ما تهملوش. انا الى الان انا اللي بجيب حاجات البيت، يعني لغاية دلوقتي انا اللي بنزل السوق واجيب حاجات البيت كلها، بجيبها بالاسبوع. الحقيقة لا، يعني ممكن تسنكرونايز بين الاتنين، يعني دي سهلة جدا. اعرف امثلة من اللي انت بتقولها الحقيقة.
بس وناجح جدا عمليا، ولكن فاشل منزليا وعائليا. لا ده مش صح، ده مش كونسبت صح خالص. لا، لازم توازن بين الاثنين. لو تنصحنا يا دكتور كطلبة في الفترة دي، او يعني الصراحة حابب ان النصيحة المرة دي اكتر تبقى موجهة للطلبة اللي خلاص، على بما اننا خلاص كام شهر ان شاء الله ونتخرج، ان شاء الله. الناس اللي هتتخرج يعني، تنصحنا بايه؟ يعني ايه الحاجات اللي نعملها، ايه الحاجات اللي ناخد بالنا منها؟ تقصد طلبه ولا امتياز؟ احنا دلوقتي داخلين على امتياز يعني ان شاء الله. اه وطبعا طب الطب كلها يعني عشان محدش اه يزعل، بس اه بكلم حضرتك يعني لو خلاص حد خلص مرحلة الكلية وداخل على مرحلة امتياز، اه اكتر نصيحة حضرتك شايف انها ممكن تفرق معاه؟ اولا ركز، شوف نظم حياتك، شوف انت عايز ايه. يعني بمعنى انت الاول، الطب ده تو ديفيجنز، بطنه ولا جراحه، بطنيات ولا جراحيات. فلازم تكون مركز كويس قوي. تمام. انا شخصيتي مثلا ما تمشيش جراحه، لا انا ما بحبش الدم وما ريسك وده شغل ستريسفول، خلاص يبقى انت دكتور بطنه. انا بحب التشالنج والانثوسيازم، خلاص انا دكتور جراحه. دي مهمه جدا. ما تبصش للفلوس، الفلوس هتيجي بعدين، واتفر تخصصك ايه. وتخصصك زي ما قلت لك في البدايه مش هو اللي بيجيب لك الفلوس، هو السب سبيشاليتي جوه التخصص اللي بيجيب لك الفلوس. مصطفى جراحه عامه، يا فرحه قلبي في مليون واحد بتاع جراحه عامه. لا، ده مصطفى بتاع جراحه عامه احسن واحد في مثلا الكانسر كولون. خلاص، يبقى اذا هيجوله من اسكندريه لاسوان ومن بره مصر. فده اللي انصح بيه، السب سبيشاليتي. وتركز وانت بتاخد تخصصك، وتحب شغلك علشان تبقى كرييتيف. بدون ما تحب شغلتك مش هتبقى كرييتيف. طب لو تسمح لي يا دكتور، انا حابب اعمل كده، بس برضو حابب ان يبقى في مصدر دخل ليا تاني، او ان انا مش محتاج ان انا انتظر اكتر من كده، وخصوصا لو في حد ظروفه ما تسمحش بالنقطة دي. ولو حابب برضو اخد خطوة زي الجواز او الخطوبة او النقط دي، برضو ده ممكن يأخر شوية النقطتين دول. ما هو الدكتور بيتجوز متاخر عن الناس العاديه، انا معاك، ولكن هو في حاجه. انت راجل بقيت طبيب خلاص، يعني دخلت في الكارير، وغالبا اللي هتتجوزها من نفس الكارير، لان الدكاتره غلابه جدا، مفيش اغلب منهم في المجتمع، لكن هم اذكى ناس في المجتمع، هم اوائل الثانويه العامه. وبالتالي الدكتور بيفضل يتجوز طبيبه، وفي غيره بيفضل ما يتجوزش طبيبه. فانا فضلت اتجوز طبيبه الحقيقه، لانها ساعدتني كتير في شغلي، فدي حاجه مهمه جدا. في واحد يقول لك لا، انا هتجوزها مش طبيبه وتقعد في البيت تربي لي العيال وتشيل عني جزء العيال. فبرضه كل حاجه لها ادفانتج وديس ادفانتج. عايز مصدر دخل، انا قلت لك في البدايه، واحنا امتياز كنت شغال في 5 6 مستوصفات في اليوم، من هنا لهنا لهنا لهنا، وما كانش عندي عربيه. فلازم يهاف ان انت تفايت، يهاف ان انت تشتغل، واخد بالك. فانت امتياز، انا فاكر كويس قوي وانا امتياز كنت باخد في الشفت 8 جنيه. تمام. اعتقد البيضه يمكن كانت بجنيه، ويمكن اقل من كده. 8 بيضات. ايه 8 بيضات. واخد بالك. وكان قليل بالمناسبه، 8 جنيه كانت قليله، كان مرتبي 90 جنيه وانا امتياز. تمام. وكنت بشتغل في كذا مستوصف وكذا شغلانه، وبعد ما اخلص كنت بروح شيفت ابيت فيه في مستوصف تاني، مستشفى، انت فاهم، اخد شيفت نايت، وكان اللي بقول لك 8 جنيه على الشيفت. فيو هاف ان انت تشتغل هنا وهنا وهنا، مش عيب، يعني يو هاف تو فايت. بس اخر حاجه يا دكتور، انا عارف ان انا طولت جدا على حضرتك، بس لو حد يا دكتور مش قادر يتقبل التضحيات بتاع الطب من ناحيه لايف ستايل، ومن ناحيه تاخير فلوس وتاخير حاجات كتيره قوي، وبيفكر ككارير شيفت او كان هو يعمل حاجه تانية غير الطب، تنصحه بايه؟ هو مستعجل على الفلوس قوي. في ناس عملت كارير شيفت ونجحت جدا بدون ذكر اسماء، ده في اسماء لامعه اتخرجت من كليه الطب وفرقعت بره الطب. بس الغالبيه العظمى من الاطباء غلابه. هو طبيب زي ما اتفقنا، ملوش غير في الطب. تمام. انا انصحه بلاش في التفكير في كارير شيفت، وركز في شغلك قوي، ما تستعجلش على الفلوس. اللي بيعمل كارير شيفت ده مستعجل على الفلوس، او كاره الطب ودخل غصب عنه. انا مش عايزك تدخل الطب غصب عنك،
مش الاهل عايزين ابنهم يبقى دكتور وياخدوا البرستيج، لا خالص. وبعدين باي تايم الطب مش هيكون برستيج، بعد الجامعات الكتيره قوي اللي فتحت دي الطب مش هيكون برستيج. الطب مش هيكون الا للي عنده بيرسيفيرانس ان يتميز. عندك بيرسيفيرانس انك تتميز هتوصل، ما تستعجلش على الفلوس. الناس خايفه من حته الجامعات الجديده اللي بتفتح دي، شايف حضرتك ازاي الواحد يتميز يعني في وسط العدد الكبير نوعا ما من الدكاتره اللي بيحصل دلوقتي؟ انت راجل قصرعيني، ما تخافش من حاجه. ده تميز. ده تميز في حد ذاته، واخد بالك؟ طبعا انت راجل قصرعيني وهتاخد شهاداتك بعد كده من القصر العيني. دي حاجه. الحاجه التانية، انت عندك مستشفى جامعي عظيم بيعلمك، ما عندهمش هم الميزه دي. انت في ميزه تتحسد عليها، صح. واخد بالك؟ فمحدش يقدر ينافسك ان شاء الله. شكرا جدا لوقت ربنا حضرتك يا يبارك دكتور، فيك. والحلقه حقيقي تسلم لي. كانت ممتعه يعني. تسلم لي، شكرا تسلم لي جدا. حبيبي، وربنا يوفقكم. تسلم لي.